في فصل الشتاء عزيزي المربي بيكون الاهتمام من الفرشة أو المشاكل بتكون من الفرشة ومن التهوية، فبيكون التحدي أصعب. إزاي نحافظ على الفرشة في الوقت اللي مطلوب مننا نقلل التهوية علشان التكلفة، علشان الحرارة والديزل والمصاريف. النهاردة هوصل لحضرتك بعض التريكات الجميلة جدا هي من خلالها توفر في التكلفة بتاعة الديزل أو الحرارة عامة، تحافظ على حرارة العنبر طول الدورة بالشكل المناسب، توفر الحد الأدنى من التهوية، وبالتالي تحصل على أعلى وزن الفراخ بأقل تكلفة في فصل الشتاء. أهم حاجة تعمل اللايك الجميل وتشترك حالا في القناة علشان يصلك كل جديد، ونلتقي بعد الفاصل. الأساس الأول في فصل الشتاء إن الكتكوت أول 20 يوم ليس لديه منظم حراري داخلي، يعني الكبد والكلية والمرارة الأعضاء الداخلية المسؤولة عن عمليات الهضم ممكن تبرد، ما بيعرفش ينظم حرارته الداخلية أول 20 يوم. فمطلوب من سيادتك كمربي توفر للكتكوت حرارة مناسبة علشان الوظائف اللي هي بتاعة الهضم دي تشتغل، وإلا هتلاقي الكتكوت لم وبرد وتلاقي الاكل قل، وحتى لو اكل بتبص تلاقي الكتكوت بياكل علشان يطلع ريش، تيجي تلاقي الفراخ على عمر 10 ايام ريشها زياده عن اللازم، ده علامه واضحه ان الحراره كانت نازله. طيب ازاي يا دكتور احافظ على الحراره العاليه اول 20 يوم؟ لازم تاخد بالك ان في حاجه اسمها الحد الادنى للتهويه في فصل الشتاء. فصل الشتاء بيتميز ان الاكسجين في المتر مكعب الهواء بيكون تركيزه عالي، يعني اقل كميه هواء بيبقى فيها تركيزات عاليه من الاكسجين، فانت مش مضطر عزيزي المربي انك تهوي بزياده، خصوصا اول 15 يوم. يكفيك جدا انك تعمل الحد الادنى من التهويه. الحد الادنى ده علشان تنفذه محتاج تايمر على المراوح، ما ينفعش المروحه مباشره تفضل شغاله دايركت، لازم يبقى في عندك تايمر مثلا 30 ثانيه اون، 2 دقيقه اوف، يعني المروحه بتشتغل كل دقيقتين كده 30 ثانيه او كل دقيقتين دقيقه. اللي بيعمل لها سيتنج واللي بينظم الكلام ده انت في اول يومين 3، يعني بتبدا باقل حاجه وانت بتمشي مع العنبر واحده واحده. لكن المشكله لما بتعمل كده، التحدي التاني اللي هيواجهك ان كده العنبر بيحصل فيه كتمه او الفرشه ممكن ترطب منك لان مفيش تهويه، وبالتالي لازم تاخد بالك جدا من ازاي تفرش من الاول خالص الفرشة بطريقة صحيحة علشان تساعدك على تنفيذ الحد الادنى للتهوية، علشان يساعدك على توفير الحرارة الكافية باقل تكلفة. واخد بالك من السلسلة دي؟ يعني بيبدأ علاج كل هذه المشاكل برضو من الفرشة، زي ما قلنا الصيف فرشة برضو الشتاء فرشة. ازاي بقى تفرش النشارة في الشتاء بشكل منظم بحيث ما تجيش بعد عمر 15 يوم تلاقي سطح النشارة من فوق رطب ومن تحت النشارة لسه خضرة حلوة، يعني انت ما استغلتهاش، تضطر تقلب، والتقليب في التسمين قلنا كارثة. يبقى نعمل ايه؟ اول حل انك تمشي عكس الناس كلها. الناس كلها بتفرش طبقة 6 سنتي، طبقة سميكة في فصل الشتاء. انا عايزك تعكس بقى، افرش لي سنتي واحد بس في فصل الشتاء، بس وفر حرارة كافية. هقول لك دلوقتي ازاي نوفر الحرارة الكافية. المهم ان السنتي الواحد ده بعد عمر 10 ايام بيبدأ ان يستوي لوحده، خلاص مش محتاج تقليب. بتقدر ان انت بعد 10 ايام او 15 يوم تدي كمان 2 سنتي، يعني بتدخل على عمر 14 يوم تلاقي العنبر كله نشارة جديدة، مفيش ريحة خالص لانك بتسويها على الهادي واحدة واحدة. لكن حبيبي المربي لو انت حطيت ال6 سنتي او ال5 سنتي طبقة سميكة مرة واحدة، انت كده خسرت 80% من النشارة، وعلشان تستغل النشارة وتقلب بتطلع بلاوي سودة. فعلشان كده الطريقة التانية انك تفرش سنتي بسنتي او 2 سنتي ب2 سنتي، حسب بقى. لو عنبر مثلا 10,000 فرخ هتفرش فيه 100 شكارة، ما تفرش ال100 شكارة مرة واحدة، خد 50 شكارة افرشهم في 60% من مساحة العنبر، بتسيب 20% عند المراوح و20% عند الخلايا، وبتحضن على 60%. بس كده التحضين كتير؟ لا، انت بتحضن على 60% لو الهيتر عندك، لو مصدر الحرارة مثبت في اول العنبر عند الخلايا مش متحرك. في الحالة دي المانع انك خلاص انت كده الهيتر في اول العنبر عند الخلايا، يبقى مفيش مانع
تحضن على تستغل المساحه علشان الكثافه تقل وتحافظ على رطوبه النشاره. طيب لو الهيتر متحرك وبيجي كده معاك وبيتحرك، نقدر ان احنا نحضن على 40% من العنبر، بحيث ان الهيتر يقدر يتحكم في، لانه متحرك، فتقدر تقلل المساحه اللي انت هتشتغل عليها في التدفئه. النقطه الثانيه والاهم في موضوع الحفاظ على الفرشه ضغط الميه وارتفاع الخطوط. يعني لو الضغط بتاع خطوط الميه عالي، اعمل حسابك كده الفرشة هتكون مشكلة كبيرة جدا، هتلاقي تحت خط المية رطوبة واضحة جدا عن باقي العنبر. والحاجة التانية لازم تاخد بالك منها ارتفاع الخط. لو ارتفاع خط المية مش مناسب، ده بيخلي التنقيط يزيد. يعني تلاقي الكتكوت لما بيجي يشرب هو ما عندوش شفايف، هو بيشرب بالجاذبية، بيضرب منقاره في النبل وبينتظر المية تنزل كده. فلو اتجاه المية مش من فوق لتحت، هنا بيحصل تسريب او هدر المية تحت الكبات. تلاقي تحت خط المية الكتكوت عشان يشرب بيضطر يعوج رقبته، لما بيضرب النبل بفعل الجاذبية نسبة بتدخل في بق الكتكوت من خلال منقاره، ونسبة بتنزل على قب أو الأرضية، تبدأ تبللك الفرشة تحت خطوط المية. يبقى ضغط المية لازم أول أسبوع الضغط يكون هادي جدا. في طريقة تقيس بيها الضغط، لا إما بالإحساس كده بصباعك وتشوف الضغط عامل إيه، لا إما في جهاز كده هنزله لك على الشاشة بتحطه، بتشوف كل 30 سنتي كل 30 ثانية بيكون في كام ملي، 15 ملي ولا كام، كل يعني حسب العمر. هديك الجدول او هنزل لك الجدول دلوقتي على الشاشة. فالمهم تظبط ضغط المية وارتفاع خطوط المية علشان تحافظ على الفرشة في فصل الشتاء. يبقى انا من هنا بقى من عند الفرشة لما بظبطها كويس وبفرش النشارة كويس بالطريقة اللي قلت لك عليها، سنتي ورا سنتي، ويكون تحتها جير، يبقى بالطريقة دي ريحة الفرشة والأمونيا بتكون قليلة. فهنا أقدر أعتمد على الحد الأدنى للتهوية اللي هو بيوفر لي حرارة عالية بأقل تكلفة. في نقطة أخيرة مهمة جدا، فرش الجير تحت النشارة برضو بيمص رطوبة. حاول تفرش طبقة جير أكتر من اللازم. يعني أنت بتفرش العنبر كله جير، تعالى بعد ما تفرش العنبر كله جيب شكرتين وغذي تحت خطوط المية بسمك جير أعلى شوية. جنب الجدران برضو خلي سمك الجير أعلى شوية. دي الاماكن اللي بيكون فيها رطوبه. كل اللي انا عايز اوصله انك تحافظ على جفاف الفرشه في الشتاء علشان ما تطلعش امونيا، علشان لما تيجي تقلل التهويه الحد الادنى، يعني تفتح المراوح يعني بشكل بسيط، ما يعملكش الكلام ده مشاكل وكتمه وميكوبلازما والكلام ده. يعني الخيط الرفيع ما بين التهويه وما بين التدفئه في فصل الشتاء هو بيعتمد هنا على فكره الفرشه من الاول. لو الفرشه نظيفه هتساعدك ان انت تقلل التهويه، لو الفرشه باظت هتضطر تزود التهويه، ولو زودت التهويه الفرشه مش هتظبط. ليه؟ لان الحراره هتنزل والفراخ هتلم، ولما الفراخ بتلم برضو الفرشه بترطب. يعني بص من الاخر كده عزيزي المربي، الفرشه هي اساس كل حاجه. فرشه كويسه وجافه وما فيهاش ريحه بتساعدك انك تقلل التهويه وترفع الحراره، وبالتالي تحافظ عليها تاني كده الفراخ مش هتلم لحد عمر 22 يوم. بعدها تقدر ان انت تزود التهويه شويه، انزل بالحراره شويه، مفيش مانع تخلي الحراره بعد كده يعني ايه الحد الادنى. برضو زي ما اشتغلنا الحد الادنى للتهويه اول 20 يوم، انزل بقى بعد 20 يوم للحد الادنى في الحراره. يعني خلي الحراره مثلا الحد الادنى كام. عشان كده بقول دايما لسيادتك ان فصل الشتاء هو يعني اللي بيميز ما بين المربي اللي فاهم والمركز والمربي او العامل اللي مش مركز ومش فاهم. يا رب تكون معلومات النهارده افادت حضراتكم، يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.